السلامة. وين راك الحاج انت؟ ها؟ شويه احنا ندو تصاور احنا ذوك الايام ماذا زهينا وفاتوا الايام كيف الريح طيبين ان شاء الله. سيدي
صح القول سلام. لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لله منشئ الخلق للعدم ثم الصلاه على المختار في القدم ومن تذكر جيران بذي سلام قد اشتدى عن ظلام مغلة بدم منبت الريح من تلقائك متى لقلبك إذ قلت استقيم يا همين قال للولا خلفت لذكر البني والعالم على أعدت من الفعل الجميل خراطي في لمع براسي غير محتشم لو كنت أعلم عني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم لمراد جماحي من خواياتها كما يراد جماح الخيل بالدجوم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إذا الطعام. السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملكون خبيرا والله يرزقه أن يخالف الرسول أفتخفين ذلك في قلوبكم وظننتم السوء وكنتم نورا ومن يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض من يشاء وكان الله غفورا رحيما وسيقولون بل يحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لأخذوا الأخبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقوموا بصيركم منهم ورحمة بغير ليذوقوا لعلهم الذين كفروا منهم عذابا أليما. جعل الذين كفروا يشرفني أن أرحب بكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شرفتمونا بحضوركم لإحياء هذا اللقاء العزيز علينا. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك عيدكم سعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. نيابة عن السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف الغايب عنا والمتواجد في مهمة رسمية خارج الوطن نتمنى له عودة ميمونة إن شاء الله. ببدء نتمن كقطاع الشؤون الدينية والأوقاف ونبارك مجهودات السلطات المحلية بجميع هيئاتها وعلى رأسها السيد والي ولاية غرداية السيد عبد الله بن نوار الذي وبتوفيق من الله ها هو يشرف على الطبعة الرابعة لهذا اللقاء بعد توقف شاء الله وقدر أن يدوم لعقد من الزمن من سنة 2013 إلى سنة 2008. محمد بيتول ممثلا عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية غرداية على هذه التقدمة المباركة. إذن هي المحطة الرابعة أين يتآلف فيها ساكنة ولاية غرداية بمبادرة مباركة من طرف سيد والي ولاية غرداية الأستاذ أبي نوار عبد الله. إذن جو التغافر وجو التحابب يغشى الجميع بالسكينة والتحابب والتغافر. ومع كلمة فاضلة للأستاذ سليمان الحاج سعيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي الوالي المحترم، سيدي الأمين العام للولاية المحترم، السيد المفتش العام المحترم، السادة أعضاء اللجنة الأمنية المحترمين، السيد رئيس دائرة زلفانة، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لزلفانة، كل أعضاء المجلس التنفيذي للولاية من مدراء وإطارات، مشايخ وأعيان بلدة ولاية غرداية الحاضرين في هذا المحفل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع رئيس أو مع المجلس الشعبي البلدي لبلدية زلفانة وبين رحاب وجنبات زاوية النور مدرسة سيدي لحبي القرآنية إلى كلمة السيد نائب الأمين أو نائب أمين المجلس العلمي
لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف السيد الأستاذ المفتش علال خامرة، فليتفضل مشكورا. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالسيد والي ولاية غرداية السيد عبد الله أبي نوار، ومن خلاله نرحب بكل الحاضرين في هذا المكان الطيب بزاوية النور. ارتأت بلدية زلفانة أن تنزل لنا بهذه الزاوية التي تسمى زاوية النور، وتحت إشراف الوالي أبي نوار، فرزقنا الله وإياكم النور في حياتنا وفي قبورنا وفي آخرتنا إن شاء الله. سيد ولي ولاية غرداية عبد الله بن نوار والوفد المرافق له بكل مقاماتهم وألقابهم والحضور الكرام من الأعيان والمسؤولين والمشايخ والجمهور الكريم، نحفظ للجميع الأقدار والشرف والمقام، ونسجي للجميع عاطر السلام وخالص التهاني في هذا العيد السعيد، وقلوبنا غامرة بمعاني الفرح ومعاني الحب ومعاني الشكر لله سبحانه وتعالى أن يسر هذه الأسباب وذلل الصعاب وسخر من جند كل طاقاته لتوفير هذا اللقاء الجميل الرائع الذي يجدد معاني الإسلام في نفوسنا ويجعله سلوكا في واقعنا، ويحقق به ما أراده الله تعالى من هذه الأمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. جمع كأن عليه من شمس الضحى بردا ومن قمر السماء إكليلا. هذا الجمع المبارك الطيب الذي يرعاه فضيلة الأستاذ أبي نوار عبد الله والي ولاية غرداية، ومن تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية غرداية، وبالتنسيق مع بلدية زلفانة في زاوية النور العامرة بالمدرسة القرآنية سيدي لحبيب. يقول الشاعر: وما الشعر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. وستنشد أمامكم فرقة الابتهال في هذه الوصلة الأريجية، فلتتفضل مشكورا. ودي لي سلام يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. ودي لي سلام يا رايح للحرم، الله وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجمال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجمال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي خص أهل الإسلام بنعمه، وفتح لهم أبواب طاعته بمنه وكرمه، ووالى عليهم مواسم الخيرات وشهور الطاعات ليعمروها بما شرع لهم فيها من القربات، فيضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وخيرته من بين البريات، وعلى آله وصحبه سادة السادات، ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. نيابة عن شيوخي والقائمين بالمدرسة القرآنية بزاوية النور مدرسة سيدي الحبيب، ونيابة عن شيوخ زلفانة ومسؤوليها المدنيين من سيد الرئيس الدائرة والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، ونيابة عن السادة
المسؤولين العسكريين وعن أعيان البلدة من مجاهدين وإطارات ومواطنين، نرحب جميعا بالسيد الوالي السيد عبد الله أبي نوار والوفد المرافق له من السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسيد رئيس الأمن الولائي والسيد رئيس القطاع العسكري والسيد الأمين العام للولاية والسيد المفتش العام للولاية وأعضاء البرلمان بغرفتيه والسيد قائد مجموعة الدرك الوطني والسادة المشايخ من المالكية والإباضية من شتى بلديات الولاية والسادة إطارات الولاية والإطارات البلديات والدوائر الولاية وأعيانها كل باسمه وجميل واسمه، والأسرة لا أنسى الأسرة الإعلامية والإخوة الحضور من المجتمع الزلفاني وخارجه، فنقول للجميع حللتم أهلا ونزلتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا إن شاء الله. مع جو التغافل والتحابب في هذا اللقاء الذي تحفه الملائكة وتغشاه، لقاء التغافل والتحابب بمدينة زلفانة المضيافة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة الأكارم الحضور، أكون سعيدا والوفد المرافق لي أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وأقول لكم نيابة عنهم كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم باليمن والصحة والبركة. في البداية ما عساني أن أقول بعد السماع لمداخلات السادة الأفاضل الذين سبقوني، ولعلها كلمة جامعة والحمد لله، فإن كنت أزيد على ما قالوه شيئا فهو أن أتوجه بالتحية والتقدير لساكنة هذه البلدة الطيبة الكريمة التي شرفتنا بهذا اللقاء المبارك الذي يجمع بين كل أطياف بلديات ولاية غرداية. كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين لبوا الدعوة مشكورين على ذلك وتكلفوا عن السفر من أماكن إقامتهم إلى هذه البلدة الطيبة، فشكر لهم على تلبية الدعوة، وبكل تأكيد تحسب لهم في ميزان حسناتهم. إن هذا اللقاء الحمد لله الذي يعد كما قال المتدخلون سابقا الرابع من حيث التعداد، فقد جاء بعد مشاورة وإذن مع سادتنا العلماء، علماء هذه المنطقة الذين كان لهم فضل حثنا وشد بأيدينا من أجل المبادرة إلى هذا اللقاء، فهم مشكورون على ذلك وأطال الله في أعمالهم. لا بأس أن ندعو عليكم فحوى التكريم. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية غرداية، شهادة شكر وعرفان للشيخ الفاضل بكاري بكير بن قاسم بمناسبة اللقاء التغافلي لعيد الأضحى المبارك 1445 للهجرة 2024 للميلاد. يتشرف السيد والي الولاية أن يمنحه هذه الشهادة نظير مجهوداته في خدمة الدين سيدي الحبيب. المكرم الموالي فضيلة الشيخ فخار محمد بن عيسى. كذلك التكريم الموالي لفضيلة شيخ زاوية النور
سيدي كحلاوي عبد الرزاق يتفضل نيابة عنه الشيخ لحبيب عبد الحميد. برعاية السيد والي ولاية غرداية الأستاذ بنوار عبد الله يكون تكريم السادة المشايخ الفضلاء عبر تراب ولاية غرداية في هذا اللقاء التغافلي التحببي، ومع تكريم الشيخ بهون علي عبد الرحمن. وتكريم الموالي للشيخ أحمد حمو بن محمد فليتفضل. كذلك تكريم الموالي لفضيلة الشيخ زيدان سليمان. أشرقت شمس نهار اليوم نهار التغافل والتحابب والتآخي بمدينة زباركة، تكون ختامها مسك ودعاء من حضرة أو أحد مشايخ زاوية النور العامرة، فليتفضل مشكور. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد بكل المحامد ما علمنا منها وما لم نعلم. ونصلي ونسلم ونبارك على عين الرحمة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا خالقنا ورازقنا ومولانا، إياك سألنا ولما عندك من خير تعرضنا، ولباب رحمتك وقفنا، وهذه أكف الضراعة قد مدت إليك، وحالنا يا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا لا يخفى عليك، وأنت الله لا إله إلا أنت في سمائك وعليائك، أنت الغني ونحن الفقراء، فأنزل علينا من غيثك ولطفك ورحمتك وحنانك ما يباشر قلوبنا مما تغفر به ذنوبنا وتكفر به عنا سيئاتنا وتوفنا به مع الأبرار. ربنا إنك قلت وقولك الحق، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فربنا تضرعنا إليك وتوجهنا بالسؤال لديك، فاعطنا سؤلنا ولا تحرمنا، وآثر علينا ولا تؤثر علينا. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام مسألة المحتاجين وطلب المتضرعين أن تغفر ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا، وأن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب يا كريم يا حنان يا لطيف، الطف بنا في جميع المقادير وفيما قدرت علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اللهم إنا نسألك مسألة المحتاجين الضعفاء، فارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم يا رب وفق من سعى ومن بادر ومن أعان ومن فكر في هذا الجمع، اللهم يا رب زدهم وبارك فيه وأنعم على الجميع برحمتك وفضلك وإحسانك. اللهم يا رب يا حنان يا كريم تولنا برحمتك واشملنا بعفوك، واغفر لنا يا أرحم الراحمين في هذا اليوم المبارك الكريم وفي هذه الأيام الطيبة الميمونة الشريفة، كما تفضلت وتكرمت على عبادك في عرفات. اللهم يا رب اعطنا مما أعطيتهم وأكرنا مما أكرمتهم، وتفضل علينا مما تفضلت به عليهم يا أرحم